السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه عسلية ده؟ مخللات رمضان. الحقيقة يا ولاد العرض ساري حتى نفاذ الكمية. اللي هيلحق هيلاقي واللي مش هيلحق مش هيلاقي. قرب 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 يا ابو العيال، هاتلك شيال وتعالى اشتال. عملت المخلل يا ولاد بتاع رمضان، وكل انا اللي عملته ناس حجزاه والله. واللي هتعوز هعمل لها تاني مفيش مشكله. جبت ميتي على النار، هي لازم تغلي، وحطت لها البنجر. دي البنجر اللي مفرزاه، شايفين؟ على قد الطلب كده، العلبة على قد الطلب. توماتيكي توماتيكي. تعالوا بقى اما نشوف عسلية جايبة خضار ايه اللي هيتعمل مخلل زي الكتاب ما قال. انا جايبه شطه بتاع المخلل اهي اللي بتقعد في البرطمان سنه ما يجرالهاش حاجه، وجايبه لكم لفت عاملاه لكم زي بتاع المحلات بالظبط. اي والله العظيم ما هوش ناقصه غير إن كان زيتون، وحتى المحل بتاع المحل ما بحطوش فيه زيتون، بيبقى لوحده. بس ناقصه حاجة اللي هو البصل القوارمة الصغير. وده ناس كتير قالت لي ما تحطلناش بصل في المخلل، يعني في ناس كتير ما بتحبوش. انا كان عليا جبته وحطيته، بس حسب طلب اللي بطلب مني. هتعملي بس ما تحطلناش فيه بصل يا ام حسين، ماشي يا قلبي، يو اندرستين. والسنه اللي فاتت انا كنت عامله البصل لوحده في برطمانات. يعني اللي بعوز بصل مخلل انا بعمل له في برطمانات لوحده. يو اندرستاند. واللي عايز خيار لوحده بعمل له، واللي عايز فلفل لوحده بعمل له، وبخضر له واصفر له، بعمل له كل طلباته. دخلنا على الفيديو بقلب مفتوح. اول ما هنسمي هنجيب القرنبيطه اللي هي الزهره، القرنبيط. ماشي. هتعملي فيها ايه يا عسلية؟ انا هفصصها التفصيصه، بصهم. الواحده يا دوبك على قد بقك كده يا شوكولاته، على قد خشمك، تحط الواحده ببقك تاكلها، ما تطلعهاش ولا تحط منها حته جنبك. ماشي اهي. ونقطع حته اللي فوق دي اهي، ما نسيبش الا الزهره بس. يو اندرستاند. اقوم عليه كله افصصه. في كل القرنبيطه بتاعتي افصصها عباره عن وردات صغيره. ماشي ماشي. خلصنا القرنبيطه. تعالوا نلم زبالتنا اول بقال اول كده، نخلي الحته حوالينا نظيفه. يلا عباها في كيس يا عسل عشان الطبق هنعوزه. استغل الاطباق كده. ماشي ماشي. خلصنا القرنبيط. تعالي نسمي الله. انا جايبه خيار يا ولاد فلاحي بلدي، مش بتاع صوب. خلي بالك، عايزه تخزني خيار ما تخزنيش خيار بتاع صوب، لما بيبقاش اصلا حلو في المخلل. وغير كده بدوب، وغير كده بيبقى عامل زي السفنجه كله ميه. شوف الخيار بقى دي البلد الفلاحي. اي والله شوفي على قد صباع عسليه الصغنن. انا قسته على قد صباعي لقيته على قدي اهو. عشان كده انا مش هقطعه، هحط الواحده بوحدتي. عارفين انا طلعت مع بسام السوق جبت الخضار ده كله. اه والله خفت يجيب لي خضار صوب، خفت يجيب لي شطه من التانيه اللي هي ما بتدوب بسرعه. لا قلت، قال لي تعالي هاتي بحاجتك بنفسك. قلت له يا اندرستان، يلا بينا على عزبة كيمو. في ناس بتسالني يعني ايه عزبة كيمو يا ام حسام؟ اه عزبه وخلاص، احنا اللي احنا رايحين لها المكان اللي احنا رايحينه. ماشي ماشي. قطعنا الفلفل وعملنا الخيار. تعالوا بقى نقشر الجزر. وهجيب معايا حوالي كيلو ليمون عشان هقطعه برضه واحطه في المخلل. مش بقول لكم ادي معانا كام نوع يا ولاد؟ ليمون وقرنبيط وفلفل وخيار ولفت وجزر، خمس ست انواع. هنخللهم مع بعض النهارده، وهنعمل خطوة خطوة مع بعض بكل تكاته وحركاته زي الكتاب ما قال. اللي جرب مخلل العسلية قبل كده يقدر يقول لكم في التعليقات ان مخلل العسلية ماشي معاهم ازاي. هتعملي ايه يا عسلية؟ بقعد معاكي دي شهرين ثلاثة في البرطمان ما يجروش اي حاجة تخزنيه. وعلى فكرة والزبطان الحدق اللي انا بعمله بقعد معاكي من سنة سنة كمان في قلب البرطمان متخزن. ماشي ماشي. عملت القرنبيط، عملت الفلفل، عملت اللهم صل على النبي الخيار، وعملت الجزر قشرته. تعالوا بقى ندخل على اللفت. ايوان. اهو تحشي منه الحته اللي فيها الطينه، تقشري الحته اللي مش مرغوب فيه كده. هقوم على الخضار بتاعي ده كله، اخده تحت الحنفيه اغسله بقى واحده واحده وانضفه. ماشي. ايوه. عشان خاطر ايه؟ يبقى معاكي ببرق. وخلي بالك بعد ما تغسليه حطيه في مصفى وشنيه تحت الحنفيه حلو، عشان ممكن يكون في رمليه ولا حاجه من الارض. ماشي. خلصنا كل حاجه اهو. تعالوا نلم دي بقى في الزباله. وتعالوا يلا عشان ايه؟ نروح الاول نغسل خضارنا، ونيجي عشان نقطع اللفت والجزر. يلا يا شيكاليتا على الحوض. هتروح وتيجي فريري. شوف القرنبيطه قد ايه.
غسلناه وجينا اهو يا ولاد، ما شاء الله مسافة الطريق من عند الحوض لعند الصالة. تعالوا بقى نقطع اللفت بتاعنا، معايا قطعة هعملها لكم، ده أنا مدلعاكم والله مدلعاكم. اهو شوفهم، مقطعة الحتة بالقطعة دي شكلها تحفة. بقول لكم زي المحلات بالظبط. ثواني بس اشرب جرعة شاي. الشاي برد يا ولاد، والله العظيم الشاي برد. تعالوا بقى نقطع والصوم بالقطعة اهي. عاد منظر جميل وشكله حلو وزي العسل اهو، وبتسهل عليكي كمان عن السكين. وخلي بالك احنا هنغسله تاني بعد ما قطعنا كده ومسكنا بايدينا، لا، لازم بعد ما خلصتيه تقطيعه والجزر والليمون يتغسل تحت الحنفية تاني. ركزي في الخطوات دي يا فله. انا مش عايزه اكل اي قطعه مخلل والاقي فيها رملايه، الاقي فيها اي حاجه، لا. وكمان نغسلها من مكان ايدينا كده تاني. شايفين التقطيعه عسل قوي. يلا نخش على الجزر. جزر بفط ونط من يدي. اهو جزر زي، بصوا عامل زي الكراميلا الجزر ده، بيفقش فقش كده. والله العظيم وتاكليه تلاقيه مسكر. كده تمام، كده تمام. ركزوا في الفلفلايه ده دايما، هاتوها للمخلل ما بتدوبش. وانا قطعتها اتنين او تلاته لان طويله، وانا ما بحبش بصراحه الفلفلايه، القرن الفلفل الشطه احطه بحاله كده، بيبقى شكله مش عاطفي خالص. تطلعيه في الطبق تلاقيه طويل كده، لا. لازم تقطعيه بايدوب، وانت عارفاه وانا قطعاه اتنين او تلاته على عيني. نفسي اقطعه حتت صغيره بصراحه. بس قلت عشان هيتخزن وكده. كده حلو حلو قوي. الحمد لله. شايفين شكلها؟ يلا نشطفه. هقطع بس الليمون الاول. ايوه اهو. انا بقطع الليمونه اربع تربيع. أربعة تمانية طبعا، ما تلاقي كبر الليمونة في إيدك أهي، شايفين؟ لأن أنا مش بسلقه. يعني من ميزات تخليل عسلية إن أنا مش بسلق الليمون، بحطه بحاله كده. وتيجي تاكليه تلاقيه مستوي وزي الفل. اسمعي مني. أنا عمري ما سلقت المخلل المشكل، عمري ما سلقت فيه الليمون. تلاحظي إن المخلل اللي أنت بتشتريه متجهز، إن الليمون فيه مش مسلوق، جامد كده وماسك نفسه. ليه؟ عشان إن أنت حطيته من غير سليق. هو مخلي دي عبارة اخو جاهز بالظبط بتكاته وحركاته. بس ناقص ايه؟ ناقص البصل القوارم اهو، شايفين؟ دي بقى كرفس بقطعه عشان خاطر هحطه في ايه، في ارضيه البرطمان بتاع المخلي. برضو تمام. يلا يلا يا شيكاليتا على عزب الكيمو. يلا نغسل كل هذا وذاك ونيجي بقى جبنا ايه الطبق معانا. معايا عبة عصفر عندي كانوا في البرطمان، عندي حطيته. وعايا ديت ما شاء الله كوباية هرسة شط. تعالوا بقى شوفوا تكاتي وحركاتي وسلطاتي وبابا غنوجي. اللي هو ايه يا عسلية؟ قشر اليوسفندي. ناس كتير تقول لي كان المخلل اللي عندي بيبقى له ريحة. بيبقى له ريحة من ايه؟ ده انت حاطه فيه ورق لورا، وحاطه فيه ليموناده، وحاطه فيه كل النكهات الحلوه، وحاطه فيه عصفر، وحاطه فيه لفت بخلي لون كهرمان، وحاطه فيه كرفس. الريحه الوحشه بتجيلك منين؟ والميه كمان مغليه وبارده. يعني الميه بتاعتي بغليها واسيبها تبرد، لا يديك عفونه ولا يبقى اهمال منك. ماشي. اني بقى جبت لك قشريتين يوسفندي يوم قطعتهم بعد ما غسلتهم، ورحت مقطعاه. يلا يا ستي ان شاء الله ما حد حوش. بيديلك ريحه كمان للمخلل، حاجه كده لوز. كمان فيه تكه يا ولاد صغيره. إيه، في ناس بتحط توم في المخلل. انا اكتريت اللي بياخدوه مني يقولي ما تحطيش توم. وانا بصراحه واحده من الناس، انا ما بحبش التوم في المخلل. بصراحه بيديله ريحه يعني نفاذه كده، تحس ان ريحه توم. وانا بحبوش كده. وفي زبائن ليا كتير ما بحبوش بتوم. يقول يا ام حسام انها ما تحط لنا توم، اقول لهم يا اندرستان يا قلبي. كده تمام. قلبت كل الخضار على بعضه واحده واحده كده. تعالوا بقى كل برطمان احط فيه معلقه السكر، معلقه كزبره، إيه اللهم صل على النبي، كرفس، احط ورق لورا، احط معلقه، انا حاطه خل على المخلل، خلي بالك. ناس كتير بتقول المخلل يدوبه يا ام حسام. لا، المخلل ما بدوبوش، بالعكس. الخل والسكر بيخلي المخلل معايا يقرش ما ينعمش منك. شوفوا سبحان الله. يعني الخل في السمك مخليه يستوي بسرعة، يهريه في الفراخ في أي حاجة. لكن عندي المخلل والخل والسكر كمادة حافظة للمخلل، وفي نفس ذات الوقت بيخلي المخلل يقرش ويقعد معايا مدة طويلة. ماشي. ركزي معايا كده يا فل. واني البرطمانات دي غسلاها ومنضفاها ومخضخضاها بشوية مية سخنين، ومخضخضاها بمعلقة خل، ان هو معقم يعني. ماشي. ركزي.
شوفوا الخيار بتاعي سقطت وحلو ازاي يا ولاد، يا دلعه. يلا اقلب بقى المخلل بتاعي كله في قلب البرطمانات، وعبيه كده واحده واحده، عشان طبعا ميتي انا غلياه اهي، عشان اسيبها سايباها تبرد، ونعبي البرطمانات دي. تعالوا بقى عبالة البرطمانات الاربعه هم. تعالوا بقى مكان ما كنت حاطه المخلل ومكان هرسة الشطه دي، احط ايه؟ الملح. ان عيرت 10 معالق ملح احط 10 كوبايات ميه. ان عيرت 20 معلقه احط 20 كوبايه ميه. ماشي ماشي. انا حطيت وراها تاخد البهاريز بتاعتها ديت اللي ورا المخلل اهو. وشوف البنجر لونه عامل ازاي، اللي يفضل في البنجر ما ترميش، انا حاططه في البرطمانات لسه يا ما بقعد بزرد وبطلع. ماشي. يعني مش تخدموا الميه ترميه وخلاص، لا، كل ما بتحطيه في البرطمان بزرد تاني وبطلع. يلا يا شيكاريتا، انا خلاص اهو عبيت كل حاجه. تعالوا بقى نسمي الله ونعبي بالكوبايه كده، عشان نحط فين؟ في قلب البرطمانات بتاعتنا يا فله. بألف صحة. ندعي بقى لكل أهل فلسطين وأهل سوريا وأهل السودان، وربنا يرحمهم برحمته وانصرهم نصرة قوية، واجعل لهم يا رب كده السعد والهنا إن شاء الله. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم ارحم أمواتهم وأمواتنا جميعا يا رب. يا رب ويسر أمورهم ويحرر أراضيهم يا رب، اللهم آمين. شايفين؟ أعبي بقى إيه؟ اعبي بس المخلل بتاع الميه اهي، شفت لونها؟ ولسه البنجر كمان لسه هيزرد على فكره. ايوه انا حشت القطع حطيتها في قلب البرطمانات. يلا يا قلبي، شويه لفت تحط الطبق من دول على طبليه كده في رمضان، يفتح نفسك كده يا شيكاليطه. اول ما تاكلي سمي الله كده وحط لك قطعه من دي يا سيدي. شايفين الجمال يا ولاد؟ يا لهلبتك الحاميه يا عسليه. شايفين حلاوته وعسله وجماله؟ يلا يا شيكاليطه. يلا بقى يا شكاليطة، ما تنسوش اللي وصل معايا لعندي هنا يوضع لايك وشير يوصل له كل ما هو جديد، واللي ما بيوصلوش اشعاراتنا يعمل ايه؟ يلغي الاشتراك واشترك تاني، وشيروا الفيديو لاصحابكم، خلوا الكل يستفيد والكل يتعلم يعمل مخلل ازاي. يلا يا شكاليطة، لايك وشير يوصل لكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد مع عسلية. الحق الحق قبل نفسك كمية.